السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة رابعة. أنا مس أميرة ودي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض Concept 4-1 Unit 4 Concept 1 لمنهج الساينس للصف الرابع الترم التاني 2024. النهاردة بإذن الله هناخد Lesson 1 وجزء من Lesson 2. Concept 4-1 بعنوان Breaking Down and Moving Rocks، يعني تكسير وحركة الصخور. بيقولك إن سطح الأرض شكله بيتغير. شكل الأرض بتتغير ليه؟ by effect of wind، الرياح. ممكن الرياح تمشي تغير في شكل الأرض. water، المية. ميس هي المية ينفع تغير في شكل الأرض؟ أهي حركة المية وهي ماشية بتغير في الشكل بتاع الأرض، والأرض دي شكلها هيفضل يتغير لغاية ما هيبقى شكله كانيون. طيب جميل. وكمان درجة الحرارة بتغير في شكل الأرض. يبقى دلوقتي في 3 حاجات بتعمل change of surface of earth. يبقى the surface of earth change due to effect of a wind، الرياح، water، المية، weather change يعني اختلاف درجة الحرارة. وبيقول لك التغيير بتاع الشكل بتاع الأرض ده ممكن يبقى تغيير بطيء وممكن يبقى تغيير سريع. ايه مثل التغيير السريع ده؟ زي الساند كاستل. يعني ايه ساند كاستل؟ لو انت بنيت رملة أو شكل قلعة بالرملة، بعد شوية موجة هتيجي تزق الرملة دي، حبة هوا هيجوا يزقوا الرملة دي، والرملة دي هتختفي after few minutes. بعد minutes بسيطة بتلاقي الساند كاستل دي disappear. وبيقولك كمان إن في تغيرات بتحصل في الأرض بتحصل بالراحة جدا، بتاخد many years يعني سنين كتير عشان تتغير. زي ايه مثلا؟ زي الصورة دي. بيقولك الصخرة دي لو موجودة جوه المية، الصخرة دي لو موجودة جوه المية والمية دي قعدت تحك فيها وتخبط فيها وتشيل حبة روكس كده من الأرض، المية وهي ماشية تاخد حبة روكس كده وتخبط في الصخرة دي، فالصخرة دي شكلها هيتغير، ممكن حتة منها من هنا كده تتكسر. يبقى ممكن المية تغير في شكل الأرض. يا ميس المية ممكن تغير في شكل الأرض. طب ايه الصخرة اللي عايشة جوه المية دي اسمها ايه؟ اسمها كوستال روك. اسمها ايه؟ كوستال روك. فاكرين شكل المية لما اوريكم المية ماشية ازاي وعمالة تاكل في الأرض وهي ماشية؟ لو جيت بعد years كتيرة جدا جدا ورحت لنفس المكان هتلاقيه كون الشكل ده. الشكل ده بقى اسمه ايه؟ كانيون. الكانيون ده بيتكون ليه يا ميس؟ المية عمالة تمشي 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 وتاكل في الأرض، عمالة تمشي وتاكل في الأرض، فبتكون شكل اسمه ايه؟ كانيون. اسمه ايه؟ كانيون. جميل أوي. يبقى احنا اتفقنا ال surface of earth change by أو changes due to ايه؟ السطح بتاع الأرض بيتغير عن طريق ايه؟ wind، الرياح، water، مية، weather change. هناخد ال weather change دي دلوقتي بالتفصيل. وقلنا التغيرات بتاعة الأرض ممكن تبقى تغيرات سريعة fast changes زي الساند كاستل، ممكن تبقى slow changes يعني التشينج ده الصخرة دي إن المية تقدر تاكل فيها مثلا دي بتاخد years كتيرة، فده بيعتبر slow change. يبقى ال slow change زي الكوستال روك وزي الكانيونز. اتفقنا كده؟ في مشكلة؟ طيب بعدين بيقول لك ايه؟ هيرجع بقى يكلمني دلوقتي عن التشينجز دي بالتفصيل. هيكلمني بالتفصيل على الساند كاستل. بيقول لك ان انت دلوقتي لو انت بنيت قلعه من الرمله، ممكن لما الويفز الامواج تخبط فيها والهواء يحرك الرمله دي، ممكن بعد قد ايه ما تلاقيش الرمله دي؟ بيقولك after few minutes، ممكن بعد minutes صغيره، بعد دقايق قليله ما تلاقيش الساند كاستل دي. complete disappearing of sand castle. ليه يا ترى الساند كاستل دي بيحصل لها disappear؟ بيحصل لها disappear ليه؟ علشان الرملة اتحركت. الرملة ايه؟ اتحركت. اول ما اقول لك كلمة اتحركت تقولي على طول ان هي اسمها ايه؟ erosion. اسمها ايه؟ erosion. يبقى ليه بعد after few minutes حصل complete disappearing of sand castle؟ ليه؟ عشان ايه اللي حصل؟ عشان حصل ايه؟ erosion. erosion يعني ايه يا ميس؟ يعني الرملة اتحركت من مكان لمكان تاني. movement أو transportation of sand particles from place to another أو from one place to another. حلو كده؟ مين اللي حرك الرملة دي؟ المية والرياح. water and wind. تاني يا ميس انت بتقولي لي ان الساند كاستل دي حصل لها disappear، اختفت after few minutes، بعد minutes بسيطة، بعد دقايق بسيطة. عشان حصل ايه؟
erosion. حصل ايه؟ erosion of sand. erosion of sand. كلمة erosion هي الحركة، أو ممكن أقول transportation of sand from one place to another. ليه sand اتحركت؟ by the effect of ايه؟ water and wind. ميس انت قلت لي كمان الكوستال روك دي، مين الكوستال روك دي يا ميس؟ دي الصخور اللي تبقى موجودة جوه المية، اللي بتبقى في المناطق الساحليه. طب الصخور دي بيحصل لها ايه يا ميس؟ بتتكسر يا ميس، بتتغير شكلها يا ميس. بتتغير شكلها ليه يا حبيبي؟ بتتغير شكلها بعد يوم. يعني انت لو رحت المكان ده النهارده بكره هتلاقي الشكل اتغير؟ لا يا ميس، بيتغير شكلها after many years. لو حته منها اتكسرت، يعني مثلا لو الميه دي قعدت تتحرك وتشيل صخور من الارض وتحركها كده وتخبط في الصخره دي، عمال اخبط، ممكن بعد many years، بعد years كتيرة، الاقي ان شكل الكوستال روك دي اتغيرت. يبقى الكوستال روك may be some little difference، ممكن تلاقي little difference in shape، شكلها بيتغير شوية after many years. Okay, if some part of it break up، لو في حتة منها اتكسرت. وبعدين بيقول لك ان الكوستال روك وستاند كاسل دي ليهم شكل. الكوستال روك دي شكلها ايه مس؟ بيقول لك عندها نيدل لايك بارتس. يعني ايه ستيب نيدل؟ يعني منحدره. ستيب نيدل يعني بيبقى عندها حتت كده منحدره. ماشي. sloping sides at bottom. sloping sides يعني البوتوم بتاعها الارض، يعني ايه bottom؟ القاعدة بتاعتها من تحت بيبقى عندها sloping sides يعني كده كأنها مايلة. وكمان بتتكون منين يا ميس الكوستال روك والساند كاستل دي؟ بتتغير شكلها. مين اللي بيغير شكلها؟ الواتر والويند. water and wind create their shapes. اوكي ماشي يا ميس. يبقى انت دلوقتي قلتي لي التغيرات بتاعت الارض ممكن تبقى fast change او slow change. fast change زي sand castle، slow change زي coastal rock والكانيونز. ووصفتي لي شكل الساند كاستل والكوستال روك. امال ايه يا ميس الكانيون ده بقى؟ بيقول لك الكانيون ده اتكون ازاي الكانيون ده؟ بيقول لك كان في ريفر معدي وماشي في الحته دي، فالريفر ده قعد ياكل في الارض، يعمل ايروجن، عمال ياكل في الارض لغايه ما كون الشكل ده. الشكل ده اسمه ايه؟ الشكل ده اسمه كانيون. اسمه ايه؟ كانيون. يبقى الكانيون ده بيتكون باي افكت اوف ايه؟ مين اللي كان موجود وكون الكانيون؟ الواتر. حصل فلوينج للواتر. طب كان شكله ايه في الاول؟ كان عباره عن ديب فالي، وادي واسع، وادي كده كبير، وجا ريفر مشى جواه. اول ما الريفر مشى جواه قعد ياكل في الارض لغايه ما كون حاجه اسمها ايه؟ كانيون. يبقى الكانيون هي عباره عن ايه؟ ديب فالي، وادي عميق. كار يا ميس عربيه؟ لا، كارفد. يعني ايه كارفد؟ يعني اتحفر. الوادي ده اتحفر عن طريق ايه؟ by flowing water. هل يا ميس الكانيون ده حصل في يوم وليله؟ يعني امبارح كده الريفر مشى جوه الفالي فلقيت الكانيون ده اتكون؟ ولا بياخد many years؟ بياخد many years. Canyon are formed due to slow changes. يعتبر ايه؟ slow changes of its rock over many years. يعني عبر سنين كتيرة الروكس بتاعته اتغيرت وكون ايه؟ الكانيون by the effect of flowing water. حلو قوي يا ميس. يبقى الكانيون are formed by the action of water. الكانيون اتكون عن طريق مين اللي أثرت عليه عشان يتكون؟ flowing water. And canyon has needle-like parts and slopes and the side. يعني برضو الكانيون ده برضو عنده نيدل بارتس، عنده اشكال كده مدببه كده، وعنده سلوبس. يعني ايه؟ يعني مايل، بيبقى عنده منحدرات. وبكده نكون خلصنا lesson 1 ودلوقتي هنبدأ lesson 2. بس بليز طلب صغير، لو انت استفدت من الفيديو لو سمحت دوس لايك واعمل شير لجروب الكلاس. ودلوقتي هنبدأ lesson 2. lesson 2 بيقولك ان شكل الارض بيتغير. نفس الكلام. شكل الارض بيتغير ازاي؟ عن طريق 3 بروسس. ايه ال3 بروسس؟ اول حاجة تكسير. الروكس بتتكسر وبعدين بتتحرك وبعدين بتلزق في حتة او بتثبت في حتة. يعني دلوقتي هنا الروكس اتكسرت وبعدين اتحركت وبعدين ثبتت في مكان. ان الصخرة تتحرك دي اسمها ايه؟ weathering.
ان الصخرة تتكسر اسمها ايه؟ weathering. ان الصخرة تتكسر اسمها weathering. ان الصخرة تتحرك حركة، الحركة دي اسمها ايه؟ erosion. اسمها ايه؟ erosion. ان الصخرة بعد ما تتحرك تثبت في مكان اسمها ايه؟ deposition. deposition. ود يا ود، دبليو اي دي، ود. يبقى في 3 بروسس عشان الارض شكلها تتغير. لازم الروك تتكسر، وبعدين تتحرك من مكانها، وبعدين تثبت في مكان جديد. يبقى في 3 بروسس بتحصل: weathering، weathering، erosion، deposition. weathering، erosion، deposition. ينفع حاجة تحصل قبل التانية؟ يعني ينفع الصخرة تتحرك قبل ما تتكسر؟ ممكن. ينفع الصخرة تثبت في مكان قبل ما تتحرك أصلا؟ يا سلام. اصلا ثابتة في اه مكان. يا اصلا سلام. ثابتة في مكان. هي ثابتة في مكان، بس أنا دلوقتي بقولك إن هي دلوقتي اتكسرت. اه. فاتكسرت وبعدين اتحركت، وبعدين الصخرة الجديدة المكسورة حصل لها دلاي داون، ثبتت في مكان تاني. يبقى لازم البروسيس تحصل بالترتيب: weathering، erosion، deposition. weathering، erosion، deposition. تكسير weathering. حركة erosion. إن الصخرة الجديدة تفضل في المكان الجديد deposition. There is three process to change the shape of earth. عشان يحصل shaping للأرث، عشان الأرث شكلها يتغير. أول حاجة weathering، بعدين erosion، بعدين deposition. يبقى ميس انتي قلتيلي ان في عشان يحصل shaping للأرث بيحصل 3 process: weathering، erosion، deposition. weathering، erosion، deposition are process through which earth surface change. وقلتيلي ان ال weathering هي تكسير breaking down rocks into smaller pieces. بيكسر الروك الكبيرة يخليها روكس صغيرة، والروكس الصغيرة بيحصل لها ايه؟ تتحرك. تتحرك يحصل لها ايه؟ erosion. يبقى erosion يعني ايه مس erosion؟ movement of sediment from one place to another. ايه مس كلمة sediment دي؟ sediment دي يعني الرملة، التراب اللي ماشي، الطينة اللي معدية، يبقى دي كلها اسمها sediment. لما يحصل لها movement حركة يبقى اسمها ايه؟ erosion. الصخرة دي هتفضل تتحرك كده forever يعني؟ تفضل ماشية كده ماشية ولا بتيجي في حتة بيحصل لها lay down، بيحصل لها drop بتثبت. لما يحصل لها drop في مكان جديد يبقى اسمها ايه؟ deposition. يبقى deposition is dropping of sediment in new place. ميس يعني في صخور مشت من هنا وراحت هنا، يبقى الحته دي اتكون فيها صخور كتيره كده، يبقى شكل الارض اتغيرت يا ميس. يبقى انت كده عملتي تشينج للشيب بتاع الارث عن طريق 3 بروسس. ايه ال3 بروسس بالترتيب؟ weathering، erosion، deposition. حلو كده كمان؟ جميل الكلام كده؟ في مشكله؟ مفيش مشكله ان شاء الله. طيب ركز بقى كده في الامتحان بقى، ممكن يلعب معاك بالكلام. يقول لك ايه؟ لو قال لك breaking down rock على طول هتقول له ايه؟ weathering. ممكن بدل ما يقول لك كلمة erosion ممكن يقول لك transportation. ممكن يقول لك transfer of rock. ممكن يقول لك change position، ان الروكس غيرت البوزيشن بتاعها، غيرت مكانها. ممكن يقول لك ان الروكس دي change location، غيرت اللوكيشن بتاعها. ممكن تقول لك ان الروكس دي move from one place to another. كلهم بنفس المعنى والبروسيس بتاعتهم اسمها ايه؟ erosion. يبقى كلمة erosion دي يعني حركة. ممكن تجيلك في السؤال يا يامن يقول لك ايه؟ transportation، transfer، change position of rocks، change location of rocks، movement of rocks from one place to another. كلهم البروسيس دي اسمها ايه؟ erosion. اسمها ايه؟ erosion. جميل. يبقى التكسير بتاع الروكس weathering، transportation او اي حاجه فيها كلمه نقل transfer، change position، change location، movement from one place to another دي اسمها ايه؟ erosion. ان الحاجه بقى الصخره بعد ما تتحرك تثبت في مكان جديد دي اسمها ايه؟
deposition. يبقى deposition يعني ايه؟ fall down. او ممكن يقول لك lay down of rocks، ممكن يقول لك drop of rocks. كل دول نفس المعنى، هي ايه؟ deposition. طيب كلمة sediment زي ما اتفقنا، أي حاجة بتتحرك كده من التكسير بتاع الصخور اسمها sediments. ممكن تكون sand، رملة، rocks، صخور صغيرة، soil، حتى التربة وهي ماشية برضه دي بتعتبر ايه؟ sediments. ماشي يا مس. يبقى انت دلوقتي قلتيلي to shape earth، عشان نغير في شكل الارث في 3 بروسس بتحصل: weathering، erosion، deposition. وبعدين هنبدأ نتكلم عن الفرق بين الweather والweathering. كلمة weather يعني حالة الجو، weathering يعني تكسير. weathering is breaking down of rock into smaller parts أو into smaller pieces. بيحصل ليه الweathering دي؟ في factors بتعمل weathering. ايه الفاكتورز اللي بتعمل weathering؟ temperature، درجة الحرارة، زي ما هنشوف دلوقتي ازاي التمبريتشر تقدر تكسر. والويند، عرفنا ان الرياح ممكن تشيل حبة صخور كده وتكسر. والواتر وهي ماشية بتعرف ان هي تغير في شكل الارض. يبقى weathering is breaking down of rocks into smaller pieces. وايه الفاكتورز اللي affecting weathering؟ temperature، wind and water. weathering can change the shape of earth's surface over time. الويند او الرياح او الواتر او درجة الحرارة او الweathering عامة بيقدر يغير في شكل الارض عبر الزمن. الويذر هي حالة الجو. الويذر حالة الجو، جو ساقعة، جو شتاء، الجو رياح، في رياح، في هواء قايم يعني. يبقى الويذر is condition of atmosphere. condition of atmosphere at specific time and place. في وقت معين وفي مكان معين. ايه اللي بيأثر في الويذر؟ ايه اللي بيأثر في الويذر؟ التمبريتشر، درجة الحرارة، ويند الرياح، ورينز يعني رينز يعني الأمطار. ويزر ده بقى لما تعرف لما تقعد كده بالليل في النشره وتسمع النشره ويقول لك بكره الدنيا شتاء، بيعرفك تلبس ايه، تلبس جاكيت وانت نازل. يا ويزر help us to decide what to wear. بيخليك ايه؟ تعرف ان انت تعمل ايه، هتلبس ايه. ايه الاكزامبل اوف ويزرينج؟ احنا قلنا ويزرينج يعني تكسير. شايفين شكل الراجل ده؟ شايفين الراجل ده؟ شايفين التمثال ده بقى عامل ازاي؟ شكله اتغير. ايه ده الميس ده؟ ده حصل له ايه؟ weathering. حصل له ايه؟ weathering. breaking of status تكسير التماثيل. عارفين الحيطة اللي في الشارع لو بصيت عليها هتلاقي الدهان بتاعها اتشال. remove of paint of building، بشيل الدهان بتاع الحوائط. كل ده example للweathering. والرملة بتبقى متشالة كده، الأمواج بتاعت الرملة وهي ماشية بتبقى شايلة كده حبة رملة وهي ماشية. يبقى دي برضو، ده برضو example لإيه؟ للweathering. example لإيه؟ للweathering. يبقى إيه الexample للweathering؟ breaking of status، removing of paint of building، pulling waves to the sand. الويف بتعمل ايه؟ بتشيل ايه؟ بتشيل الرمل. وبعدين بقى بيقول لك ان الويذرنج، عمليه التكسير دي بتتقسم نوعين: ميكانيكال ويذرنج، يعني حاجه عماله تخبط عشان تكسر، خبط عشان تكسر، خبط عشان تكسر، اسمها ايه؟ ميكانيكي. ميكانيكال ويذرنج. ميكانيكال ويذرنج بيعمل ايه؟ بيكسر. مين يا مس اللي بيكسر ده؟ ممكن تبقى الويند، الرياح، وهي ماشيه كده ماسكه في ايديها حبه طوب، شالت معاها حبه طوب كده وهي ماشيه عماله تخبط في الصخره، اخبط في الصخره، اخبط في الصخره، لغايه بعد سنين كتير كده، مين ييرز، تلاقي الصخره ايه؟ اتكسرت. يبقى الويند بتعمل ايه؟ ميكانيكال ويذرنج. الميه وهي ماشيه عماله تاكل في الارض، عماله تحك في الارض، وممكن بصوا وهي ماشيه ممكن تشيل ايه؟ تشيل صخور. الصخور دي ممكن تخبط في صخره كبيره وبعد سنين كتيره كده تلاقيها بتكسر الصخور دي. يبقى الميه برضو يا ميس بتعمل ميكانيكال ويذرنج. وقلنا كمان ان الجذر بتاع الشجره، الروت اوف بلانت ده ما بيتفهمش، غبي، اي حاجه قدامه بيكسرها ويعدي. انا شجره وده مكاني، يعني مش همشي حبه واطلع، انا هطلع هنا. يبقى الروت تعمل ايه بقى؟ الجذر بتاع الشجره ده يعمل ايه؟ عمال يدبدب في الارض، يزق 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 لغايه ما يكسر الروك عشان يطلع. انا هطلع هنا، انا هطلع هنا. يبقى الروت اوف بلانتس بيعمل ايه؟ بيعمل ميكانيكال ويذرنج، عمال يخبط 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 لغايه ما يكسر الروك ده. ايه كمان يا ناس بيعمل ميكانيكال ويذرنج؟
ايه كمان بيعمل ميكانيكال ويزرنج؟ التمبريتشر. ازاي يا ميس؟ يعني درجة الحرارة يعني تكسر يعني يا ميس. بيقول لك احكي لك حدوتة. شايفين الصخرة دي؟ عندها كراك. كراك يعني شرخ. الشرخ ده جه فيه حبة مية وقعدوا، والمية دي والجو بقى ساقعة والمية تلجت، واول ما المية تلجت بتعمل ايه؟ حجمها بيكبر، increase volume. بتعمل ايه للصخرة؟ ايه؟ تقوم ايه؟ زق الصخرة ومكبرة الكراك شوية. وبعدين خلاص الجو بطل ساقعة، خلاص المية تحول، التلج رجعت تاني مية، فرجعت ملت الشرخ الجديد، الدنيا تلجت تاني، فالمية اتحولت لايه؟ لتلج. فالتلج يقوم عامل ايه في الصخرة؟ يزق الصخرة شوية وينزل تحت ويكبر الكراك، وتفضل الشرخ ده المية تتلج وتسيح وتتلج وتسيح وتتلج وتسيح لغاية ما الصخرة دي يحصل لها ايه؟ تتكسر خالص. يبقى درجة الحرارة كمان ممكن تكسر الصخور. هو ده اللي انا كنت مأجلاه من اول الحصة، مش انا في اول الحصة قلت لك change in temperature ده بيغير او ممكن يعمل break down للروكس. ايوه يا مس. تاني يا مس، انت دلوقتي بتقولي لي ايه عشان اركز معاكي؟ انا دلوقتي بقول لك ان الوزن دي انواع تكسير، انواع. اول نوع ميكانيكال ويزرنج. ايه يا ميس الميكانيكي ده بيعمل ايه؟ عمال يكسر حاجه، عماله تدبدب دب 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 لغايه ما الصخره تتكسر. ايه اول حاجه بتدبدب؟ الويند، الرياح. تاني حاجه بتدبدب الواتر، عماله تشيل صخور وعماله تحك في الصخره وتخبط تخبط في الصخره. بعد كذا سنه تلاقيها ايه؟ الصخره دي اتكسرت. الروت، البلانت روت برضو ما عندوش تفاهم، عمال يزق 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 ويكسر، يعمل ميكانيكال ويزرنج. التمبريتشر، تمبريتشر درجة الحرارة عمالة تغير، التلج عمال يسيح ويملى الكراك الجديد وبعد كده يتلج فحجمه يزيد فيعمل ايه الصخرة، تقوم الصخرة ايه؟ مفتوحة شوية مكسورة شوية، وبعدين المية تملى تاني الكراك الجديد لغاية ما الروك دي يحصل لها ايه؟ بريك داون روكس، بريك داون روكس. يعني مثلا انت دلوقتي اديتيني امثلة لايه؟ ميكانيكال ويزرنج. ميكانيكال ويزرنج يعني ايه مس ميكانيكال ويزرنج؟ It's breaking down of rock. breaking down of rock لوحدها كده من عند ربنا بتتكسر. اه طبعا كل حاجه من عند ربنا، بس لا، في حاجه بتعمل physical factor، في physical factor بتاثر على الحاجه عشان تكسرها. زي ايه الفيزيكال factor؟ wind, water, plant rot and temperature. بالراحه ميس كده واحده واحده معايا. الويند الرياح ممكن تكسر حاجه؟ هقول لك اه. wind push the sand. الويند بتزق ايه؟ الرمله، والرمله دي عماله تخبط في الصخره. يعني لو قلنا دلوقتي ان احنا عندنا هنا صخره كبيره كده هنا في الحته دي، والرمله والرياح عماله تمشي وتزق الرمله وتخبط في الرمله وتخبط في الرمله وتخبط في الصخره قصدي، عماله تخبط 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 تخبط. هبعت ميتنج جديد ثواني لغايه ما الصخره كلها تتكسر. يبقى تاني انا دلوقتي الويند اتسببت ان هي تكسر الصخره، ان هي تعمل ميكانيكال ويذرنج. قلنا الحاجه اللي بتخبط دي اسمها زي افتكر الميكانيكي ميكانيكال ويذرنج. وقلنا الواتر وهي ماشيه ممكن برضو تعمل ميكانيكال ويذرنج. والروت بتاع البلانت عمال يزق في الصخره، ما عندوش تفاهم، غبي، عمال يزق زق 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 في اي حاجه ويخسر ويكسر الصخره. يبقى الروكس البلانت روت بيعمل ايه؟ ميكانيكال ويذرنج، ميكانيكال ويذرنج. واتفقنا برضو ان التمبريتشر بتعمل ميكانيكال ويذرنج. ازاي ميس التمبريتشر بتعمل ميكانيكال ويذرنج؟ ان الميه عماله تملى الشرخ اللي موجود في الروك، وبعدين الميه دي تتجمد، الفوليوم بتاعها انكريز فيوسع الكراك ايوه، وبعد ما يوسع الكراك الميه تسيح تاني وتملى الكراك الجديد لغايه ما الروك كلها يحصل لها تكسير. يبقى الميكانيكال weathering of rock due to the effect of physical factor like wind, water, plant root and temperature. الويند ازاي تقدر تعمل ميكانيكال weathering؟ wind push sand، والساند دي بتعمل ايه؟ بتعمل friction، بتعمل احتكاك مع الروك. مش الرملة ممكن تكسر الصخرة؟ ايوه حبيبي. عمال كل يوم يخبط فيه. عارف زي ايه؟ هي النملة ممكن تأذيك، النملة الواحدة، ولا لو جه عليك نمل كتير 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 ممكن يأذوك. نفس الفكرة، لما الرملة كتير عمالة تخبط كل يوم في الصخرة، الرمل كتير عمال يخبط فيعمل ميكانيكال weathering and rock will
او are broken down. الروك اللي عماله تخبط فيها الرمله دي هيحصل لها ايه؟ break down، تتكسر. طيب الرول اوف ووتر ان ميكانيكال ويذرنج، ايه هي الووتر بتعمل ايه في الميكانيكال ويذرنج؟ flowing water carries small gravel، ممكن تشيل وهي ماشيه ايه؟ gravels يعني sands يعني rocks صغيره. and sand collide with large rocks، يعني هي وهي ماشيه في flowing water ممكن تشيل ايه؟ small gravel and sand. والسمول جرافلز والساندز والروكس الصغيره دي عماله تخبط في الروك فتعمل ايه؟ large rock will ايه؟ will break down، ممكن تكسر الروكس. وايه كمان يا ميس ممكن يعمل ميكانيكال ويذرنج؟ البلانت روت ده بيعمل ايه؟ plant root grow inside the crack of rocks. بيقولك ان هو لازم يعمل بيعمل جرو، لازم يكبر. هو الشجره مش هتمشي كده تتفسح وتقول لا لو النبي انا هروح اكبر في الحته اللي هناك دي، لا هي في مكانها ولازم تكبر، والروت بتاعها لازم يعمل ايه؟ يكبر معاها. يبقى البلانت روت grow inside crack of rocks او inside rocks على طول. inside cracks of rocks ماشي، خليها نشيلها عشان نسهل عليكم شويه. ماشي. الكراكس بيحصل له ايه؟ become wider. الكراكس اللي هي حصل هي عملت شرخ صغير، اول ما الروت ده عمال يزق 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 يوم الكراك يحصل له ايه؟ يكبر شويه وبعدين الروت تاني تخبط تاني في الكراك وتكبر تاني وتقوم زقه الكراك وتكبر الكراك لغايه ما الروكس يحصل لها ايه؟ بريك داون. وقلنا كمان ان التمبريتشر بتعمل ميكانيكال ويذرنج. ازاي ميس التمبريتشر بتعمل ميكانيكال ويذرنج؟ ان الواتر flow in tiny cracks، الواتر بتمشي في الكراكس بتاعت الروك. when temperature get very cold، لما التمبريتشر تبقى ساقعه، تبقى ساقعه جدا، water freeze and expand. يعني ايه كلمه expand؟ يعني يضخم، الفوليوم بتاعته تكبر. زي الازازه اللي عندنا في البيت، لو مليت ازازه بلاستيك جامد اخر للاخر وقفلتها جامد وحطيتها في الفريزر الازازه هتفرقع. يبقى الواتر بيحصل لها فريز، الواتر بيحصل لها فريز اند اكسباند، فريز اند اكسباند. يلا نكمل. يبقى تاني الواتر فلو ان تايني كراكس اوف روكس، يبقى الواتر دخلت في الكراكس في التصدعات اللي في الروكس دي، وبعدين التمبريتشر جت كولد بقت ساقعه فالواتر حصل لها ايه؟ فريز اند اكسباند، فريز اند اكسباند. الميه اتجمدت والفوليوم بتاعها increase expand and the crack become wider. الكراك الشرخ بقى ايه؟ بقى اوسع. ولما درجة الحرارة بترجع تاني بتزيد تاني الايس ميلت and feel new crack. الايس ميلت المية التلج بيسيح ويصبح مية، والمية بتملى ايه؟ الشرخ الجديد. وبنعيد تاني the cycle of freezing and melting break down the rock. يعني المية عمالة تسقع تلج فتكبر فتعمل ايه؟ الصخرة توسع الكراك وبعدين ترجع تاني مية فتملى الكراك الجديد، المية دي الدنيا تسقع تاني فتتحول لتلج، فالتلجة تزق تاني الصخرة وحجمها يكبر يحصل لها اكسباند، فتبدأ السايكل اللي بتحصل دي السايكل اوف فريزنج اند ميلتنج ده بيعمل ايه للروك؟ بيعمل بريك داون للروك، وبكده اكون انا كسرت الصخرة بطريقه ميكانيكال، كأن الصخره عماله تخبط في الروك. يبقى الميكانيكال ويذرنج اخدنا فيهم 4 امثله: wind، water، plant root، وايه؟ والتمبريتشر. دول التايبس اوف ميكانيكال ويذرنج. الحصه الجايه باذن الله هناخد الكيميكال ويذرنج. ايه بقى مثل الكيميكال ويذرنج دي؟ جلا كده الصخره بتتكسر لوحدها من غير ما حد يخبط فيها؟ لا، الصخره بتتكسر عن طريق تفاعل كيميائي. تفاعل كيميائي. ايه مثل التفاعل الكيميائي دي؟ يعني صخره مثلا تصدي، صخره صدت فاتكسرت فبقت ضعيفه فاتكسرت. الاسيد رين، لو فاكرين الاسيد رين اللي كان لما الكربون دايوكسيد ده يتفاعل مع الميه اللي موجوده في الهواء، فاكرين؟ كان بيعمل امطار اسمها اسيد رين. الاسيد رين دي كانت بتعمل ديستولف للروك، بتكسر للروك. وكمان اخر حاجه في الميكانيكال ويزرنج اللي هي الحاجه الكيميائيه اللي بتكسر الصخره، نبات يطلع عليها والنبات ده بيطلع اسيد. ايه مثل النبات اللي بيطلع على الصخره ده؟ فاكر اي مره كده رحت فيها البحر ولقيت صخره، والصخره دي لقيت فيها كأن عليها نباتات خضراء كده صغيره؟ هي النباتات الصغيره دي اسمها ايه؟ اسمها ليكنز. الليكنز دي بتعمل ايه؟ بتطلع اسيد. الاسيد اللي بيطلع ده بيكسر الصخره.
يبقى في طريقة تانية للتكسير غير اللي خدناها النهاردة بتاعت الميكانيكال ويزرنج، اسمها كيميكال ويزرنج. كيميكال ويزرنج دي الصخرة بتتكسر عن طريق تفاعل كيميائي، هو التفاعل اللي هو بتاع الصدى وبتاع الاسيد رين وكمان بتاع النباتات اللي بتطلع على الصخور دي. هناخد الكلام ده ان شاء الله الحصة الجاية بالتفصيل.